حدث يفرض نفسه. نحكيه على المنتخب المغربي اللي الحقيقة يؤكد أنه إنجاز 2022 لم يكن مجرد صدفة، لأنه ديمي فينال 2022 في قطر ما كانش وليد الصدفة أو مسار سهل، لأنه زاد وقتها قابل منتخبات كبيرة، البرتغال، إسبانيا، وخرجت ضد فرنسا. لكن المرة هذه يؤكد أن المنتخب المغربي أصبح اليوم من كبار القوم في العالم، والدليل أنه أصبح المركز السادس عالميا في ترتيب الفيفا بعد ما دخل المونديال في المركز السابع. وتعرفوا المراكز في التوب 10 ديما تكون باش توخر، معناها باش تقدم بمركز لازمك برشا جهد، بالتالي ربح مركز المنتخب المغربي. بالتالي باش تكون نحكيو بالكدا على المنتخب المغربي اللي يزيح هولندا عن جدارة. والمنتخب المغربي قبل ما ندخلوا في التفاصيل الاستاتستيك، ولأنه الاستاتستيك مهمين جدا البارح للتاريخ، الاستاتستيك بتاع المباراة هذية، والناس اللي تفرجت حتى اللي تفرج في ملخص تفهموا شنو عمل المنتخب المغربي. لكن خلينا نبداو اجمالا اون جينيرال. نعيمه، كيفاش شفت الترشح والانتصار تاع المنتخب المغربي بارك للترجيح 3-2 على حساب هولندا بعد تعادل 1-1 في 120 دقيقه؟ الحقيقة ترشح ما عادش نقولوا تاريخي، لأنه ديجا تخطاها المرحلة هذيك في قطر، كأس العالم بقطر، لكنه ترشح يسحق المنتخب المغربي بالنظر للشوط الثاني اللي عمله. شوط ممتاز، شوط سيطر فيه بالطول والعرض، شوط خلى يقول الفريق المغربي والمنتخب المغربي أنا موجود، ومانيش كما قولوا اسم أسود الأطلس ماهوش صدفة. لا، البارح كانوا أسود الأطلس بأتم معنى الكلمة. استحواذ، أنت قلت من بكري باش نقولوا الأرقام، الحقيقة الأرقام توريك شنو عمل المنتخب المغربي خاصة في الشوط الثاني، ويظهر لي عن استحقاق على الأقل أنه يوصل للتعادل ويوصل لضربات الجزاء حتى في الحصص الإضافية. يعني المنتخب المغربي الحقيقة ماجسترال البارح من كل النواحي، حتى في محمد وهبي في تغييراته كل لاعب أعطاه أكثر ما عنده 100% وأكثر من 100%. المنتخب المغربي ما عادش المنتخب اللي يقولوا عليه منتخب عربي أو منتخب إفريقي، لكن المنتخب العالمي، المنتخب الأوروبي، المنتخب اللي عنده أرمدة من اللاعبين اللي تنشط في أوروبا، وقادمين لاعبين آخرين اللي قادرين أنهم ينشطوا في أعتى الفرق الأوروبية. يعني نحن كي نشوفوا التشكيلة متاع المنتخب الهولندي وتشكيلة المنتخب المغربي ما يعبدوش على بعضهم، يعني تقريبا في الفرق مانشستر يونايتد، ليفربول، الليغ 1، إيطاليا، روما، الحقيقة البوندسليغا، كيف زاد المنتخب الهولندي. يعني بالنسبة لي أنا المنتخب المغربي البارح ورا اللي هو يظهر لي نقوص خطر بالنسبة للمنتخبات الأخرى، لأنه يلزمها تاخذ حذرها من المنتخب المغربي. وما عندي إحساس أنه مش المفاجأة، لكن المرة هذه زاد باش تكون له كلمة كبيرة المنتخب المغربي في الليتور الجايين. البارح تقريبا راهو الناس الكل كنت، حتى احنا البارح معناها سيما مانيش برونستيك، لكن معناها كنا مانيش متأكدين برشا، لكن لأنه المنتخب الهولندي زاد منتخب كبير، والمنتخب المغربي عرف كيفاش يدخل المباراة، رغم أنه تنرجم بعد حتى على الاستاتيستيك معناها المنتخب المغربي كان نجم يحسم ماتش في 90 دقيقة. هذا هو، ولا رجموه معناها 2 بلاش 3 بلاش، لأنه الحقيقة فما فرص كيما تاع سفيان رحيمي، كيما الرأسية متاع ديوب قبل الهدف. الحقيقة الهدف محقق، معناها كان جاء أي حارس آخر مستحيل ينجم يتصدى لفرص هكاك. به نواصل نحكيو على المنتخب المغربي، لكن قبل نرحب بالدكتور سيد قحبيش. أهلا وسهلا. مرحبا بك. مرحبا بالخير، كل مرحبا بنعيمة بالاسم فين تفرجوا فينا. طمنا عليك ساعة. لاباس أمورك سافا؟ الحمد لله، جوست ان بتي كونترول دو روتين لاباس. الحمد لله. به نخليك تاخذ نفس كما قلنا، نجيك انت دكتور. المنتخب المغربي البارح ما نعرفش تصور كنا تفرجنا، حتى ما تفرجنا وشاف ملخص تو بعد عن الاستاتستيك نحكيو فيهم. صحيح حتى نتفرج الحقيقة لأنه مهم جدا وماتش ممتاز. فسخانة تقوم الصباح. هو المشجع المنتخب الهولندي هو. اي باهي نحكيو مع الدكتور كمشجع المنتخب الهولندي ولا كمحلل نتاعو؟ لا البارح الحقيقة مباراة ممتازة برشا على المستوى الفني، خاصة اون ايتي اغريابلمون سوربري بالمنتخب المغربي اللي فريمون الى دوميني لو ماتش، معناها من اوله لاخره، خلق فرص كبيرة برشا، تحكم هو في الكرة، هو تحكم في التيمبو متاع المباراة، خلى منتخب كيما المنتخب الهولندي اللي هو بيتشوي اللي هو يمتلك الكرة واللي هو يسير مبارياته.
خليها اكولي على الكاج نتاعو براتيكمون في 40 متر نتاعو. عمل مباراة مثالية، كان قريب برشا للتسجيل قبل حتى ما جاكبو يسجل. حكيمي مرتين وجه لوجه، واحدة نحى الحارس والعارضة. ما نساوش ايضا المنتخب المغربي فما برشا اسامي اخرى معناها كملت المباراة الحقيقة معناها بارابور على 22 اللي براتيكمون الفريق كنا نعرفوه بوجود معناها مرابط وناحي وبوفال وزيش معناها جمعيه اخرى معناها رونوفو نتاع الكره المغربيه كي سي في ان 3 4 ويزون غاردي لو ميم نيفو معناها هذا الشيء المبهر الحقيقه. يمكن حتى خير من نعرفش، يمكن خير من 22 دون لا مزور 22 وحكيناه هنا برشا مرات معناها ايما الاولاد 22 المغرب كانت تنتهج معناها الكره العكسيه والهجمه المعاكسه هذول باش نجيو من بعد والهجمه السريعه. وكنت فهمتني ولا معناها تري بون بلوك ديفونسيف وتلعب برشا على الكونتر وتلعب على لي بالاريتي سيتيرا. والرقراقي وقت عرف كيفاش يسادابت مع جمعيته في وقت وجيز جدا اللي هو شهر براتيكمون شهرين قبل كاس العالم. لكن توا معناها مع وهبي لاحظنا المنتخب المغربي كونكيرون، المنتخب المغربي هاجم 6-7 لاعبين، المنتخب المغربي عنده لاعبين معناها جدد في وسط الميدان كسوا معناها على اليسار صلاح الدين مرابط في الوسط شو اسمه كمان العيناوي بوعدي لا بخلاف العيناوي بوعدي وسيرتو العيناوي البارح اللي كان لوم دو ماتش براتيكمون معناها مع أوناحي في 112 هو يهبط للزاكسيو ويهزها ومعناها يلاليمونت لي جوار معناها اوفنسيف وكل شيء. الحقيقة معناها اغريابلومون سوربري بالمنتخب المغربي اللي الى فريمون ميريتي الكاليفيكاسيون نتاعو ميم سي هو راه عدل في 91 ما نساوش. لكن زاد الكرة الانفير معناها هولندا ولا تكنتر والمغرب يشد الكرة معناها نورمالمون في رواية اخرى معناها فوتبول توتال هو يشد الكرة والمغرب تكنتر البارح هنا نوتر فيرسيون تسديدات كيما رينا براتيكمون منتخب المغربي 5 ولا 6 تسديدات على المرمى، منتخب هولندي زوز برك. لي غروس اوكازيون معناها سورتو لي غروس اوكازيون كونت اون دي غروس اوكازيون معناها يا انفرادات يا 2 ضد 1 يا فرصه محققه 5 المنتخب المغربي و2 فقط المنتخب الهولندي. امتلاك الكره كيف 70 30 ديجا هو قدام 70 30 لا ريتهم معناها اليوم من الصباح. تصديات فان بروخن كان براتيكمون لوم دو ماتش كوتي هولندي. اي بي نقطة استفهام معناها اللاعبين اللي شاتوا كلهم في المنتخب الهولندي بضربة جزاء كلهم ابيتويلمون برناكا معناها فهمتي وقت اللي كيما طالبي كيما غيره لا نحكي يحكي على الهولنديين الهولندي معناها كلهم سامرفيل ضيع وتيمبر ضيع وكلايفر ضيع وقت اللي هما ابيتوي باش يشوطوا لاعبين اخرين معناها اللي عندهم اكثر اكسبيريونس مثلا اكي فان دوفين سترا زعما كومان ما عملش حسابه ضربة جزاء كوب ماين شكلوا الماركه مي با هما ضيعوا سيرتو معناها واحد ضرب على البار واحد جاب البرة والاخر شدها بونو. مي با او في دو ماتش الحقيقه معناها لا ميور ايكيب احسن جمعيه هي اللي تعدي معناها ضربات جزاء كانت منصفه لانه المنتخب المغربي الحقيقه البارح برهن وحكينا هنا مع نعيمه قلنا ان فيرسيون باش نشوفوها اسكو لا فيرسيون تاع البريمير ميتون تاع البرازيل اللي هي اكسترا اوردينير ومعناها سي اون فيرسيون اللي فريمون كي ا دوميني وكونتر بريس رهيب جدا ولاعبين في اعلى فورمه